بطلنا شاب طيب بيحاول يهرب من حياة المافيا والعصابات ويعيش بسلام لحد ما بيقابل حبه القديم، لكن الصدمة إن اللقاء ده ممكن يغير كل حاجة. تفتكروا وسط كل ده بطلنا يقدر يحافظ على قلبه الطيب؟ تعالوا معايا عشان تعرفوا أنا قصدي إيه. يبتدي ملخصنا ببطلتنا وهي قاعدة بتستنى البطل ومعاها تذاكر للباص، وأول ما بيجي بيحضنها وبيروحوا عشان يركبوا الباص، لكن في الوقت اللي البطل بيجي يركب فيه الباص بيجي واحد ويطعنه بسكينة في بطنه. تعالوا نرجع شوية بالأحداث عشان نفهم ايه اللي بيحصل. بطلنا يبقى راجل عصابة وبيدخل في مشكلة مع الشرطة، والشرطة وقتها بتطلب من والده إنه يتدخل ويحل المشكلة، فرجال الشرطة ورجال العصابة بيتجمعوا الاتنين عند والد البطل وبيحكوله عن المشكلة وبيوروه فيديو الخناقة. فالجد بيتعصب عليهم وبيفكرهم إن هو كان عارفهم من وهم صغيرين وإنهم زي الإخوات، وبيأمرهم وقتها إن هم يتصالحوا ويسلموا على بعض، ولما بيرفضوا بيتعصب قوي وبيقوم يقف لهم، فبيخافوا منه وبيسلموا على بعض وبيعتذروا كمان لبعض. في الأثناء دي بطلنا بقى بيروح لرئيسه وبيقوله إن هو عايز يستقيل، فالرئيس وقتها بيرفض وبيقوله الزعيم مش هيوافق، لكن البطل بيفضل مصر على قراره، فبيقوله أنا موافق بس عندي شرط، نفذ آخر مهمة وأنا هتوسط لك عند الزعيم عشان يقبل طلب الاستقالة بتاعتك. لما بيخرج بقى من هناك بيروح لأخته المستشفى عشان يوصل لها الكيميتري. في الأثناء دي بيشوف البطلة وهي داخلة من باب المستشفى، وبيبان إن هما يعرفوا بعض من زمان لأن نظرات عينيهم كانت بتحكي كل حاجة. بعد كده أخته بتاخدهم عشان تعرفهم على بعض لأنها بتكون صاحبتها، وبتقول لأخوها إن صاحبتها دي مشهورة وصوتها حلو وبتغني وبتعزف، وبتوريله القناة بتاعتها، وبنشوفه بقى وهو راكب العربية بتاعته قاعد يسمع في الأغاني بتاعتها وبيفتكر أيام الثانوية لما اعترفت له بحبها وهو كمان اعترف لها بحبه. بالليل بقى وهو في البيت كان لسه برضه بيسمع أغانيها، وبيجي وقتها ابن أخته وبيطلب يبات معاه وبيسأله إذا كان لقى مامته ولا لسه، لأن مامته بتكون سابت البيت وهربت بعد ما عملت ديون كتيرة، وبيبان إن ابنها مفتقدها جدا. تاني يوم بقى بطلتنا بتحاول إن هي تعمل تجربة أداء لكنها بتفشل بسبب التوتر من الناس اللي حواليها. عند بطلنا بقى بيجيله مسج منها فبيتوتر قوي ومش بيكون عارف يرد عليها، وفي نفس اللحظة بيقولوا سوا ايه رأيك نتقابل، فبيفرح قوي وقتها، ولما بيتقابلوا بتعتذرله إنها دايما بتمشي من غير ما تقوله، وبيسألها وقتها عن تجربة الأداء وبتعترف له إنها فشلت عشان بتتوتر لما الناس بتبصلها وهي بتغني، وبتعرفه إن هي لازم تمشي دلوقتي، فبيوصلها لدار رعاية تزور مامتها، ولما بتزور مامتها بياخدها من إيدها وبيوديها غرفة الموسيقى اللي في المستشفى عشان تتغلب على خوفها من الناس، ولما بتبدأ تعزف بتتوتر بس نظراته ليها بتبدأ تطمنها وتهدى. في المستشفى بقى عند أخت بطلنا بتشوف صاحبة أختها اللي هربت وبتسألها عنها وبتبدأ تهددها عشان تعرف مكانها. بالليل بقى أخت بطلنا بتعرفه إن هي عرفت مكان أختها اللي هربت، فبياخدها وبيروحوا على المكان ده، وبيكون ده مكان قمار، ولما بيحاولوا ياخدوا أختهم ويمشوا من المكان ده صاحبة المكان وواحد بلطجي كده بيحاول يمنعهم، فصاحبة المكان بتزق أخت بطلنا على الأرض، فأختها الدكتورة بتتعصب قوي وبتشد صاحبة المكان من شعرها، والبطل وقتها بيكون ماسك الكل ضرب ومحدش قده، وفجأة صاحبة المكان بتضرب الدكتورة بس أختها بتتعصب قوي وبتطير في الهوا وتضربها بالراس فبتفقدها الوعي. بعد كده البطل بيفضل يلوش بالكرسي فيهم وبياخد اخواته ويطلعوا يجروا وبيقفل الباب وراه، وخدهم وراح لسكن أخته عشان تلم هدومها. في السكن بقى أختها بتفضل تزعق لها كتير وتلومها وتقول لها سبتي ابنك ومامتنا ست كبيرة ومش هتقدر لبهدلة ابنك، فبتفضل تعيط لأن قلبها موجوع على ابنها عشان وحشها وحاسة إنها مفتقداه. بطلنا بيرجع فلاش باك بقى وبيفتكر أخته اللي عمرها ما كانت سهلة وكانت بتشتغل في صالون،
واتجوزت لأنها حملت، وبعد سنة اتطلقت عشان العنف الأسري، بس مش هي اللي كانت بتنضرب، لأ، هي اللي كانت بتضربه. وبعد الطلاق غرقت بقى في القمار ورهنت بيت باباها وهربت، وبيوديها بيت أختها عشان تقعد معاها شوية لحد ما يشوف هيعمل ايه. أما بطلتنا بقى كانت بتشتغل وبتكافح عشان تقدر توفر فلوس لرعاية مامتها وتأمين مستقبلها. تاني يوم الصبح على الفطار عند الأختين، أختها بتقولها لازم ترجعي لابنك حتى لو باباكي هيعاقبك، المهم تبقي جنبه. وفي اللحظة دي جالها تليفون من واحدة كانت بتلعب برضو معاها قمار، وفضلت تهددها وتزعق لها، ووقتها أختها تاخد منها التليفون وبتفضل تزعق لها وتشتمها وتهينها جدا، وأختها بتكون مبهورة جدا من شجاعتها. في الأثناء دي بقى بطلنا بيكون قاعد مع زعيم العصابة وهو بيوريله المهمة الجديدة، إعادة تطوير المنطقة، لكن في راجل واحد موقف كل حاجة وبيوروله صورته واتحرك وقتها مع رجالته. ولما بيوصل بيعرف الشرطة إنه موظف تطوير، فبيجي وقتها صاحبه الشرطي وبيقوله مش كنت هتستقيل؟ فبيرد عليه دي آخر مهمة وما تقلقش عليا. ودخل وقتها عشان يتفاوض مع الراجل اللي كان رافض جدا، وقاله انتوا بلطجية ومثيرين للشفقة وانا مستعد اموت ولا اسيب المكان. اخت بطلنا بتروح لحبيبها اللي بيشتغل معاها في نفس المستشفى وبتسأله لو هياكل، فبيقول لها في حد جايلي، وبيسألها عن اختها فبتقوله ان هي هتروح قريب، وبتحضنه وقتها. وفجأة الباب بيخبط وبتدخل مرات مدير المستشفى وبتنادي على بنتها وبتعرفه عليها، وبتقوله إن هي معجبة بيه جدا، وبتسأله لو كان عنده حبيبة. ووقتها كانت حبيبته اللي هي أخت بطلنا واقفة، فبيتوتر وبيبصلها وبيقولها لأ ما عنديش. بالليل عند بطلنا بيعرف إن رئيسه راح لمنطقة التطوير ومعاه رجالة العصابة التانيين، وبيفضلوا يضربوا هناك في الناس، والصحافة بتكون عمالة تصور والشرطة بتحاول تمنعهم. والبطل بيوصل وقتها ولسه بيتكلم مع رئيسه، بيلاقي وقتها الراجل اللي رفض يتفاوض معاه عمال بيرش بنزين على نفسه وكان هيولع في نفسه، بس بنته جت تجري وتعيط، والبطل وقتها بيمسكها، فباباها بيسيب المكان ويمشي بسرعة. بعد كده البطل بيروح له تاني وبيحاول يتفاوض معاه، بس الراجل بيفضل رافض وبيحاول ان هو يضربه، بس بطلنا بيتفادى كل ضرباته وكان لسه هيضربه بس مش بيرضى. فالراجل وقتها بيستغل الفرصة وبينزل فيه ضرب، وفي أثناء الخناقة دي بيقع البنزين بالغلط على الأرض، فالراجل بيمسك الولاعة وقتها وبيحاول يولع في نفسه، فالبطل بيضرب الولاعة من إيده فالولاعة بتقع على الأرض والمكان كله بيولع. بره بقى كان صاحب بطلنا الشرطي ورئيس العصابة مستنيينه وشافوا الدخانة، فصاحبه خاف عليه قوي ودخل جري عند بطلنا. الراجل كان بيحاول يموت نفسه في الحريقة بس البطل منعه وقتها عشان بنته، ولما خدوا وخرجوا الصحافة كانت بره مستنياهم والكاميرات كانت شغالة وبتصور. تاني يوم بطلنا بيروح يزور الراجل اللي أنقذه من الحريقة، فالراجل وقتها بيسأله إن أنت قلتلي إن أنت عايز تبطل شغل مع رجال العصابات، أنا عاوز أقولك نصيحة خد بالك لأن هيتم خيانتك من أقرب الناس ليك. زعيم العصابة بقى بيكون عامل تجمع كبير لرجالته وبيحتفل ببطلنا وبيقدم له فلوس وساعة، بس بطلنا مش بيكون مبسوط بكل اللي بيتقدم له ده. عند راجل العصابة التاني بقى بيكون بيغلي من الغيظ لأن الشركة اللي كان شغال معاها سحبوا منه التعاون واشتغلوا مع شركة بطلنا بعد ما الصحافة نزلت أخبار حلوة عن بطلنا، فوقتها بيقرر ينتقم. والد بطلنا بيروح للبنك عشان يأخر شوية سداد القرض اللي بنته خدته وعملت البيت رهن، ولما المدير وقتها بيرفض بيهدده فبيخاف وبيديله مهلة شهر. بالليل بقى بطلتنا بتروح تقدم في تجارب أداء، وأول ما بتوصل بتقابل راجل العصابة التاني ده وبيقول لها شكلك جاية تقدمي على تجارب الأداء، تجارب الأداء تحت مش هنا. فأثناء بقى ما بطلنا بيكون قاعد في المقر بيجيله واحد من اللي شغالين عنده وبيقدم له شوية طلبة ثانوي كده معجبين بيه وقت ما شافوا صوره في الأخبار، وبيكونوا دول شوية طلبة في ثانوي متنمرين وعايزين يشتغلوا عنده. فبطلنا وقتها بيعجزهم وبيقول لهم إنكم تلخصولي كتاب تاريخي ووقتها تبقوا تقولي، وبيمشي الطلبة وقتها. وفي أثناء ما هو قاعد بيدخل والده
ولما بيروح له وبيسأله إن هو بيعمل إيه هنا، عايز يجي ياخد فلوس من زعيمه، فوالده بيقوله إنه ملوش دخل بالموضوع ده وإن هيحل أموره بنفسه. فبطلنا بيتعصب قوي وبيقوله الفلوس اللي بتاخدها تفتكر مين هيسددها، وأنا هنا بسببك. في الأثناء دي الزعيم بيدخل وبياخد والد بطلنا وبيمشي، وبطلنا بيكون متضايق قوي وقتها وبيفضل يخبط إيده جامد في الحيطة وبيمشي. وفي أثناء ما هو راكب العربية بتاعته بيفتكر أول مرة راح فيها للزعيم، وده بسبب إن والده اتسجن وإن هو هيشتغل مع الزعيم، وبيكون مقهور قوي وحزين. عند والد بطلنا بقى وهو قاعد مع الزعيم بيفتكر إن هو اللي طلب من الزعيم ياخد ابنه ويشغله معاه، وبيبان على وشه الندم وإن هو زعلان إنه خد قرار زي ده. مش بيرضى يعرف الزعيم هو جه ليه، ولما الزعيم بيحاول يديله فلوس بيرفض وقتها وبياخد بعضه وبيمشي بسرعة لأنه بيكون حاسس بالذنب من ناحية ابنه. وبيروح والد بطلنا يقعد مع صاحبه وبيحكيله إنه هو زعلان قوي عشان ابنه إنه ظلمه. فصاحبه بيقوله أول مرة أشوفك مش قوي زي عادتك، اقعد مع ابنك واشرح له وهو هيفهمك أكيد. أخت بطلنا بتكون في البيت وبتحس إن ابنها وحشها قوي، فبتقرر إن هي هتروح وهتشوفه واللي يحصل يحصل. ولما ابنها بيشوفها بيعرف إنها مامته، فبيطلع يجري وراها وجدته بتجري وراه. ولما مامته بتستخبى منه هو بيطلع يجري يدور عليها، فبتخاف عليه وبتروح تمسكه. ولما بيبدأ يعيط بتعرفه إنه ما يزعلش وإنها مامته فعلا، وإنه ما يعرفش جدته إن هو شافها. بطلنا بيطلب من رئيسه مبلغ 100 مليون وون، فبيعرفه إنه هو مبلغ كبير، فبيقوله دي أول مرة أطلب منك حاجة وبيسيبه وبيمشي. في المستشفى الدكتور بيحاول يصالح أخت بطلنا وبيفهمها إن هو قال كل ده يعني غصب عنه، بس هي مش بتتفهم كلامه وبتسيبه وتمشي. وبتيجي صاحبة صالة القمار بتاخد البنت اللي عرفت أخت بطلنا مكان أختها، وأخت بطلنا بتحاول تمنعها، وبيجي حبيبها عشان يدافع عنها فبيزقوه وبيوقعوه على الأرض، فبتتعصب قوي من البلطجي اللي زقه. ولما بيقرب منها بتخبطه براسها وبيجوا الأمن وبياخدوهم، وحبيبها بيفضل يطمن عليها ويهزر معاها لحد ما بيصالحها. رئيس بطلنا بيروح للزعيم وبيقوله إن بطلنا محتاج 100 مليون وون وإن أنا رفضت وقلتله إن المبلغ ده كبير، فبيتصدم قوي إن الزعيم بيوافق وإنه مش عايزه يسيب الشغل ويمشي زي تاي. في الشركة بقى عند تاي بيدي أمر للسكرتير بتاعه إنه ينفذ الخطة بنفسه، ولما سألوا عن بطلنا يعني يعمل معاه إيه مش لازم يكون لي أي علاقة بالموضوع ده. وده بسبب بقى إن زمان لما أخت تاي ماتت محدش وقف جنبه غير بطلنا، وإن هو أصلا كان واحد من رجالة الزعيم بس سابه لأنه اتهمه بسرقة 30 مليون وون عشان عملية أخته، واتعصب وقتها على الزعيم وعلى كل اللي موجودين لأن بسببه أخته ماتت. بس اللي وقف جنبه ومرضاش يسيبه كان بطلنا، فهو من وقتها بيحبه. بطلتنا بتروح تعمل تجارب الأداء بس بتترفض مع إن صوتها حلو جدا وعجب كل اللي موجودين، بس واحد من اللجنة بيرفض لأنه مدير الصالة، وفي واحدة تانية كده جاية بالواسطة وبيكون عايز ينجحها وخلاص. تاني يوم بطلنا بيروح عشان يعرف عملت ايه في تجارب الأداء، فبتحكي له وقتها اللي حصل، وإن المدير هناك قال لها لو عندك علاقات أو فلوس عرفيني وأنا هقبلك. فبيعرف منها اسم المكان وبيروح على هناك وبيقابل مدير الصالة وبيحاول يتكلم معاه بكل ذوق وأدب. فمدير المكان بيقرب كده لودنه وبيعرفه إنه عايز رشوة عشان يقبلها يعني، فبيمسكه من رقبته وبيخبطه في الترابيزة. وبيدخل وقتها واحد من اللي شغالين مع رئيس العصابة تاي للمكان لأن المكان ده أصلا بيكون تابع لتاي، ووقتها بيقعد وبيزعق للمدير وبيعرف منه إن هي كانت أحسن صوت، وبيطلب منه إنه يكلمها دلوقتي ويخليها تشتغل. وفعلا بيكلمها وبيعرفها إن هي تبدأ شغل معاهم. بطلنا بيكون قاعد يلعب كورة بقى مع أصحابه الدكتور والظابط، ولما بيقعدوا مع بعض بيعرفهم إن هو بيحب ميانج وبيفرحوا له قوي
وبيعرف صاحبه الشرطي إن لقى أخته أخيرا، فبيفرح قوي الضابط، وبيجي اتصال من بطلنا لبطلتنا وبتعرفه إن هي اتقبلت وأخيرا، وإنه لازم يجي يشوفها في العرض الأول بتاعها. وبيروح لها فعلا وبيتفرج عليها وهي بتغني، ورجال العصابة وقتها بيكلموا بطلنا وبيعرفوه إن تم مداهمة المكان من الشرطة وإنه لازم يجي. فبيكون في حيرة جدا يفضل معاها ولا يروح لشغله، وفي الآخر بيضطر إن هو يمشي. تاي بيوصل وبيروح يتفرج على ميونج، ولما بيشوفها بيبقى معجب بيها جدا، وبيسأل مدير الصالة على اسمها عند الزعيم في الحبس. بيفتكر اللي حصله لما الشرطة دخلت ودهمت المكان، وإنهم كانوا من مكافحة المخدرات، وفتشوا العربية ولقوا فيها مخدرات فعلا. تاني يوم رئيس بطلنا بيعرفه إن الزعيم هيخرج لأن تحليل المخدرات طلع سلبي، وإنه لازم يعرف مين السبب في اللي حصله. ولما بيروح يركب عربيته بيجيله طالب الثانوي تاني وبيعرفه إنه لخص اللي قاله عليه، فبيقوله بجد شاطر، لما تطلع بقى من الأوائل هقبلك، وبيسيبه ويمشي. الضابط بيروح لأخت بطلنا وبيخوفها شوية كده إنه جاي يقبض عليها، فبتخاف، وفي الآخر بيعرفها إن هو صاحبها عادي يعني تفتحله، فبتفتحله. ولما بيقعدوا سوا بيقول لها ما انتي عارفة إن انتي كنتي حبي الأول، وإني هطلعك يا ستي من المشكلة دي، بس عندي شرط توعديني تنفذيلي طلب. وبيخليها توعده فعلا وبيسيبها مصدومة وبيمشي. بطلتنا بتروح تقابل أخت البطل عشان ترجع لها الفلوس اللي استلفتها منها، وبطلتنا بتعرف أخت البطل إن هما بدأوا يتوعدوا، وبتفرح لهم قوي، وبتقول لها إن أخوها ما كانش هيبقى كده، وإنه انفصل من المدرسة بعد ما عمل مشكلة كبيرة في مدرسة ثانوي ومش عارفين ليه، ودي بتكون نفس مدرستها، وإنه دخل وكسر المدرسة وفضل يزعق. وبتفتكر وقتها لما كانت في المدرسة، وقت ما كانوا الطلبة بيتنمروا عليها وبيضربوها ويصوروها ويتحرشوا بيها وبيقطعوا لها هدومها، فبتزعل جدا وبتحس إن كل ده بسببها. فبتكلم بطلنا وبتعرفه إنها عايزة تقابله، فبيسألها ليه، فبتقوله عشان أسألك على اللي حصل بعد ما مشيت. فبيفتكر لما عرف إنها سابت البيت ومشيت، وإنه حاول يلحقها وراح للمدرسة وفضل يكسر في كل حاجة. الشرطي بقى بيروح لأخت بطلنا المستشفى عشان يتعرف على البلطجية ومديرة صالة القمار. بطلنا بيعرف من صاحبه إن تاي هو السبب في اللي حصل للزعيم، فبيتضايق قوي وبيروح له. ولما بيوصل بيجي واحد يحاول يوقفه فبيكسر له إيده، فبيجوا وقتها بقية الرجالة وبيضربهم، وكان لسه هيخبط راس واحد في الحيطة لكن ما بيرضاش. بيجي صاحب بطلنا وبيوقف كل ده على دخلة تاي، فبياخد بطلنا وبيدخلوا للمكتب. فبطلنا وقتها بيبدأ يترجاه يوقف اللي بيعمله ده، وإنه هيرتب له ميعاد مع الزعيم عشان يعتذر له. فبيقول له أنت عارف العلاقة بينا انتهت إزاي زمان، وإن أختي ماتت وكان نفسها تشوفني حد كويس زيك. فبيعرفوا إن كل ده لازم يتحل عشان ما ينتهيش بموت واحد فيهم. ولما بيروح لرئيسه بيفضل يزعقله ويلومه إنه راح لطاي، بس ما بيرضاش يقوله إن تاي هو اللي عمل كده. وبيفتكر لما تاي قاله ياخد باله من رئيسه كويس، وإنه ياريت ينضمله أحسن ما في الآخر يحصل له نفس اللي حصل له. وفي الأثناء دي بتحصل مشكلة بين اتنين في المقر، فالبطل بياخدهم ويفهم منهم ايه اللي بيحصل. فبيعرفوا واحد من الاتنين دولت انه التاني سرق فلوسه عشان يلعب بيها قمار، والبطل اصلا كان مدي فلوس للشخص ده قبل كده وطلب منه يبطل قمار. ولما البطل بيسمع انه رجع تاني يلعب قمار بيمسكه وبيضربه. الشرطي بيكون جايب اكل ورايح لاخت بطلنا وبيكلمها ان هي تفتح له، بس هي بتتوتر قوي وبتبدأ تظبط نفسها عشان تقابله. فبالصدفة بيشوف البلطجي اللي شافه في كاميرات المراقبة، وبيجيله البلطجي لحد عنده وبيوريله صورة أخت بطلنا، فبيقوله أيوة دي طبعا عارفها، دي حلوة قوي، تعالى تعالى اركب هوديك ليها. وبيقوم مكلبشه واخده للمقر. ولما بيوصل
بيكونوا فاكرينه راجل عصابات يعني، لكن بيتصدموا لما بيعرفوا إنه شرطي وبيكلبشهم كلهم. وبيقول لها وقتها إنه ممكن يسيبها بس بشرط واحد، وهي إنها تنسى الفلوس اللي أخت بطلنا مديونالها بيها. ولو عرف إن حد منهم قرب لها أو هي شافته بالصدفة هيجي وهيقبض عليهم واحد واحد. عند بطلتنا بتكون بتستعد عشان تطلع للمسرح وحاجزة ترابيزة مخصوص للبطل، لكن البطل بيبعت لها مسج إنه ممكن يتأخر لأن الزعيم خرج من السجن. والزعيم بيكون متعصب جدا لما بيعرف إن التعاون مع شركته اتلغى بسبب قضية المخدرات اللي اتحبس فيها، وبيفهم وقتها إنه أكيد طاي اللي عمل فيه كده، وبيقرر إنه هينهيه. وبينادي على بطلنا وبيقوله تحب تثبت لي ولائك؟ فبيقوله إزاي؟ فبيقوله اقتل تاي. وتاي بيكون قاعد على الترابيزة بتاعت بطلنا وعينه متثبتة على بطلتنا وبيراقبها في صمت. تفتكروا بطلنا هينفذ اللي الزعيم طلبه منه ويقتل تاي، ولا هيرفض يقتل حد اتظلم أصلا؟ وهيعمل إيه بقى لما يعرف إن تاي وقع في حب حبيبته؟